يا بنات عاملين ايه؟ بصوا انا ما كنتش ناويه اصور الفيديو، بس قلت ايه مش مشكله اصور. تمام. في بنوته كانت طالبه مني ميزانيه على يعني في الشهر ليها، هما تقريبا 4 افراد زيي. عايزه ميزانيه ان هي للفراخ واللحمه والحاجات دي 350 جنيه. ماشي. انا عملتها لها بحوالي 310 لا 330 بالظبط كده. تمام. بصوا انا جبت 4 فرخات. انا انتوا لو شفتوا في فيديو المشتريات بتاعتي هتعرفوا ان انا جبت ايه بالظبط. تمام. انا هقول لكم تاني دلوقتي. انا جبت 4 فرخات وقسمتهم. تمام. وجبت نص كيلو كبد وقوانص. تمام. وجبت كيلو كبده مستورده. بصوا بقى يا بنات اهي، انا جبت كيلو الكبده المستورده. انا غسلتها طبعا، انا بشطفها بس بميه وبسيبها بمصفى، وهبتدي طبعا اغلف وعينها في التلاجة. دول كده الواحد طبق نص كيلو. تمام. او زي ما انا حطيت كده يعني بايدي انا. تمام. ودول 4 دبابيس. تمام. ودول 4 صدور. تمام. انا طلعت منهم للشيش طاووق، والباقي انا طلعته هنا اهو هعمله فاهيتا، بس انا سايباه اكمله. تمام. وهنا بكمل معاكم اهو الاوراق الدبابيس، بقيه الدبابيس. الكراب دي يا جماعه انا كنت نقعاها بميه وليمون وغسلاها كويس قوي. تمام. ودلوقتي بعملها قدام. تمام. في ناس ممكن تيجي تقول ايه اللي انت بتقوليه ده او كده، او القطعه صغيره او في يا جماعه دلوقتي في وقتنا الحالي الناس على قدها قوي، يعني يمكن الحته اللي انت مستصغراها دي هي تبقى نفسها فيها. تمام. وفي ناس بتحب ان هي تاكل ولادها طول الشهر، تبقى عايزه تاكل ولادها حتى لو قطعه بس عشان العين تطلع مليانه، او ان هي الولاد تغذيهم عموما يعني. فكل واحد ظروفه غير التاني. تمام. فهنا ايه جبت 4 فرخات وقسمت الصدور صدرين بانيه والصدرين عملتهم للشيش طاووق. تمام. بصوا هنا كده اهو. تمام. وناقص هنا بقى دبوس اهو. ماشي يا بنات كده معايا اهو. تمام. 3 افراد بقى يعني ممكن لو انتوا 3 افراد تجيبي 3 فرخات، لو انتوا 4 تجيبي 4 فرخات، عشان يديكي الحاجه مجوز او فرد زي ما انت على عادتكم. يعني ما ينفعش تبقوا 3 وتجيبي فرختين، هتعجز معاكي. تمام اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله. والله يا جماعه كميه حلوه مش وحشه. تمام. كمان احنا ممكن نجيب كمان ايه لو هي عايزه مثلا تكمل بالباقي، بقيه ال 350 ال 20 جنيه دي ممكن تجيب لحمه مفرومه. تمام. انا عايزه القطعه دي. تمام. بصي بقى البنات، انا بتكلم يا جماعه على الناس اللي ميزانيتها مش كويسه. الناس اللي ما شاء الله عليها وميزانيتها كويسه ما تخشش تتكلم وتقول اي حاجه. انا بدي الميزانيه للناس اللي على قدها. تمام. بصي حبيبتي، انت دلوقتي عندك البانيه وعايزاه يبقى كميه. بصي. تمام. تقسمي الواحده على 2 كده اكنك بتعملي ستيبس. تمام. شوفيها كده. تمام. اعملي كل قطعه كبيره عندك. يعني بصي دي قطعه صغننه انا مش هعملها. تمام. اي قطعه بقى مثلا كبيره، ودي برضو صغننه انا مش هعملها. ماشي. دي ممكن اعملها برضو. لما بقى مع البيض والبقسماط عايزه اقول لك بتنفش يعني. تمام. ثانيه واحده دي بقيه البانيه. بصي اهي برضو دي انا هحطها. تمام. بصوا دي
دي الصغننه دي انا مش هتنفع ولا بانيه ولا اي حاجه، هقطعها اعملها فاهيتا او اعملها شاورما في الطبق بتاعي ده. تمام. لسه عندي بانيه تاني لان انا عامله صدرين. تمام. دي كده مثلا انا هحطها. تمام. ودي برضو بصوا هعملها كده وهاخد دي اعملها فاهيتا. تمام. ودي هعملها 2 وهسيبها تبقى قطعه كويسه مش وحشه. تمام. ودي كمان هعملها قطعه. تمام. هجيب بقى الورق الاطباق بتاعتي. تمام. بصوا بقى يعني انا هعملها هحط 8 ماشي. ادي 2 ادي 4 ادي 5 ادي 6 ادي 7 ادي 8 دي للوجبه. تمام. هنا برضو ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6 ناقص لها 2. نشوف هنا في قطعه بانيه او في بانيه اهو. تمام. مش بفعص كده واقوم مقطعاها كده. انا كده عندي كمان ايه ادي طبقين ودي انا هحطها ايه عندي هنا في الشاورما. تمام. هنيجي بقى هنا للهياكل. بصي ثانيه واحده اعلي النور بس. تمام. بصي هنيجي عند الهياكل. بصي بقى عندي المقص بتاعي انا مش عارفه احط فين تاني بس هحط هنا دي كده. بصي بقى انا هاخد بقى الحته دي كده تمام اهي. اشيل منها بقى ايه كل الجلد ده. عايزه تعمليها بقى للولاد كنتاكي تبقى لذيذه وحلوه لطيفه برده مش وحشه. عايزه تعمليها في صينيه بطاطس، عايزه تعملي شوربه وما عندكيش مثلا فراخ ولا حاجه وعايزه تعملي شوربه، هي برده ايه شغاله معاكي. تمام. تمام اهي. تمام اهي. بصي معاها مثلا الزور دي برده حطيها. تمام. دي الهياكل اللي باقيه من الفراخ. تمام. بصوا هشيلها بقى كده اهي. تمام. وابتدي بقى اشيل اي حاجه فيها بالمقص بتاعي. تمام اهي. جبنا الفراخ من الميزانيه بتاعتنا. ممكن الشهر اللي بعديه بدلي معاه، ممكن تعملي سمك، ممكن تجيبي لحمه. تمام. وتقطعي مثلا على قصاص ماشي وتجيبي جنبيها لحمه مفرومه. تمام. صفي كده ننضف كل ده. تمام. دي كمان لسه اهو في حبه. هخلص الكميه اللي معايا يا بنات وارجع لكم عشان الفيديو ما يبقاش طويل. بصوا بقى يا بنات معلش عشان الغساله كان صوتها مزعج فانا اضطريت ان انا اقفل. تمام. البنات بقى اللي عايزين ينوعوا شويه ممكن الشهر اللي بعديه انا اجيب مثلا 2 كيلو لحمه وابتدي اقسمهم مع لحمه مفرومه مثلا مع مثلا سجق مع الحاجات دي كده. تمام. واظبطها. تمام. احنا بقى المفروض ان احنا نعمل في الشهر مثلا 3 مرات في الاسبوع. سوري معلش يا جماعه مش متوازيه مش عارفه ليه. في الشهر مثلا يعني في الاسبوع نعمل 3 مرات يعني 3 و3 6 6 و6 12 يعني 12 مره نعمل مثلا ايه اي حاجه فيها لحوم. تمام. بصوا بقى انا الميزانيه اللي انا عاملاها لكم دي. بصي ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.
تمام. هو ممكن كمان مش هنحسب الاجنحه دي كده، ممكن نعملها تسالي، هيبقى مرتين الكبد والقوانص. تمام. مرتين هنعمل الكبده بتاعتنا دي. عايزه تعمليها بقى كبده عصافيري اوكي، بتقطعيها، عايزه يعني بتقطعيها من دلوقتي بقى عشان تطلعيها على طول على الحله. تمام. عايزه تعمليها شرايح زي ما انا عايزه اعملها كده. تمام اوكي. تمام. وبعدين عندك مره هتعملي شيش طاووق، مرتين دبابيس، مرتين الحته بتاعت الفراخ اللي هي الباقيه اللي هي بقيه الورك. تمام. وبس يا بنات، سهله جدا، هتظبطي دنيتك، سهله جدا. تمام. لو انت مثلا برضو عايزه تعملي مثلا كوارع، انت ممكن تعملي الكوارع. تمام. تجيبيها تعمليها بس مره بس، دي كده على مره في الاسبوع، وبالشوربه بتاعتها بقى، كتري الشوربه بتاعتها. اعملي مره محشي، مره مثلا عليها مثلا باميه، اي حاجه بتحتاج شوربه دسمه. تمام. عايزه تعملي عليها شويه ملوخيه، بطاطس، اي حاجه ماشي بقى طول الاسبوع، هتقدري تمشي نفسك طول الاسبوع بيها بقى بالشوربه بتاعتها. والاسبوع اللي بعديها بقى ممكن تعملي مثلا، تجيبي اللحمه المفرومه. تمام. ممكن تعملي مثلا، تجيبي نص مثلا وتعمليه مثلا على ربعين. تمام. تعملي مكرونه بشاميل، تعملي رقاق، زودي بقى مثلا معاها برغل بقى والخضره والحاجات دي، وتعملي مثلا كفته. تمام. مع شويه مكرونه كده. تمام. وممكن مره تجيبي مثلا سمك. تمام. يعني سهله يا بنات، هنعرف نمشي نفسينا يعني، فاهمه؟ احنا الستات المصريات ما بنغلبش عموما يعني. تمام. فانا ايه، هخلص دول كده. انا خلاص اخر حاجه بقطع فيها الكبد والقوانص. انا مش عارفه اعملها عندكم عشان خاطر انا خلاص كده المساحه عندكم خلاص راحت اتملت خلاص. تمام. هوريكم بقى ايه الشكل النهائي، بس اخلص وهوريه لكم. تمام. بصوا يا بنات، انا عملت اهو. تمام. طبقين كبد وقوانص، طبقين كبده، طبق شيش طاووق، طبقين دبابيس، طبقين الحته اللي باقيه من الوراك بتاعه الدبابيس، 2 ستريبس، طبقين ستريبس، طبق فاهيتا، طبق تاني كده اجنحه. تمام كده 13 طبق. تقدري يعني بتاع الاجنحه ده ممكن تعمليه كده يعني ايه، فرفشه كده في اخر الاسبوع، يعني ممكن تعملهم زي كنتاكي كده وتاكلوا. يمكن انا بالنسبه لي عشان انا بحب الاجنحه يعني، وبحب اعملها زي كنتاكي كده وباكلها كده عادي يعني، يعني ممكن اكلها كده. تمام. كده انت عندك 3 مرات في الاسبوع، تقدري تغيري زي ما انت عايزه. عندك كده 3 مرات في الاسبوع تقدري تاكلي فيهم فراخ، لحمه، كبده، كبد وقوانص، اي حاجه انت عايزاها. تمام. يتمنى يا بنات ان يكون الميزانيه دي عجبتكم. بالنسبه بقى للبقوليات والحاجات دي، انت تقدري بقى تنزلي تشتري الميزانيه اللي انت عايزاها، وممكن تروحي مثلا عند البقال تقول له مثلا انا عايزه مثلا انصاص، عايزه مثلا 3 كيلو رز انصاص، اربع، زي ما الميزانيه زي ما انت ما بتعملي في بيتك. يعني انت في ناس ممكن تعمل طبق رز واحد يعني كوبايه، في ناس ممكن تعمل كوبايتين، حسب الناس اللي عندك في البيت بيحبوا الرز قد ايه. في ناس بتحب المكرونه اكتر، في ناس بتحب الرز اكتر، في ناس بتحب العيش اكتر، فالموضوع ده متغير. ماشي. فانا عملت لك الميزانيه اهي، 13 طبق يكفيكي طول الشهر، يعني 3 مرات في الاسبوع. تمام. اتمنى الميزانيه تكون عجبتك. تمام. ولو عجبك قولي لي رايك في كومنت، وما تنسيش اللايك، ولو مش مشتركه عندي هستناك تشتركي عندي في القناه. اوكي، يلا باي باي.